كليتشة على طريقة بيجدي. بسم الله. تبجي كيلو طحين اللي هن 7 أكواب بالضبط. نسوي لنا هيك حفرة بالنص ونجيب لنا قالب زبدة حيوانية 250 جرام. نضيف قالب الزبدة، طحين نخلط ويا الزبدة بطريقة مرتبة كلش بحيث نفس ما تشوفون صار عندنا بهذا الشكل. هسه نضيف خاشوقة دبل الخميرة والمعجنات، رشة ملح، نص جلاس شكر، خاشوقتين دبل روبة لبن، خاشوقة مسح حيل مطحون، خلينا باكيت جيمر صغير. هسه نقول بسم الله ونخلط لنا خلطة معدلة. بسم الله. جلاس حليب دافي ونعجن كل الزين. راح نستخدم بالعجن الحليب مو مي. بسم الله. طبعا انا دائما بالعجن استخدم ايدي على مود الكل يقدر يسوي الطريقة، يعني الطريقة التقليدية. وهسه العجينة جاهزة عندنا بهذا الشكل، نغطيها ونخليها تختمر لمدة ساعة. التمر مالتنا عجناه بيدنا هيل مطحون، ينطينا طعم كلش طيب بالتمر بالكليتشة، ونعجنه عجنة مرتبة. وهنا التمر جاهز عندنا. وهسه العجينة جاهزة عندنا ورا مرور بالضبط ساعة، نفخت عندنا واختمرت وصارت جاهزة. ندهن يدنا زبدة، نجيب لنا قطعة من العجينة، وهسه نفرش العجينة. بسم الله. نقص العجينة على شكل مستطيل، نفرش التمر بهذا الشكل، خلي التمر بالطرف ونلف عليه العجين بشكل مرتب. بسم الله. هسه نسوي وردة. أول شيء ندعبل العجينة مالتنا وإيدنا حاطين بها الزبدة بهذا الشكل، خلي التمر وندعبلها ونسويها على شكل كوباية مدورة مفروشة شوية من 4 جهات. طرف هسه نكمش الأطراف هيجي نصغرها، نجملها، نجيب شوية تمر ندعبلها هيجي ونخليه بالنص. صارت عندنا بهذا الشكل. ونجيب صينية الكليتشة، ندهن الصينية دهن ونصفط الكليتشة بيها. نجيب لنا بيضة واحدة وخلين عليها فانيلا، نخبطها زين بهذا الشكل، نمسح الكليتشة. وهسه الكليتشة مالتنا جاهزة حتى تدخل على الفرن، ونشم ريحة الكليتشة بالبيت ونعرف ان العيد قرب. وان شاء الله كل عام وانتم بخير. خليها بالفرن ونشغل العين الفوق والجو على درجة حرارة 150، وعينكم عليها. اول ما هيجي يبين اللون بيها مال الكليتشة طلعها من الفرن ونجربها. خليها بالفرن وارجع لكم. وهسه الكليتشة مالتنا جاهزة، ما احكي لكم على ريحتها شنو الا تبكي. هاي ما راح اتصور تبقى للعيد.